سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير خواتاتي. اليوم راني جيتكم بهاد الكوكا، واحد البنه روعه. تبعوا معايا المقادير حتى للتالي. ما تنساونيش خواتاتي غير بجام وتعليق وبارطاج وحفظ للمزيد من الوصفات السهله. الحاجه الاولى حبيباتي، هنايا راح تجيكم ورقه بدون عجينه مورقه. تبعوا معايا حتى للتالي. كما قلت لكم، رحت جبت البول تاعي، درت فيه كاس تاع الماء يكون دافي، وكاس نتاع الزيت. الماء يكون دافي، ما يكونش بارد وما يكونش حامي بزاف. في هذه المرحله راح نخلط الماء والزيت غايه حتى نشوف الخليط تاعي ولا لي بيض كيما هكا. راح ندير رشه خفيفه نتاع خميره الخبز، غير رشه، ما تكثروش بزاف الراس تاع مغرفه صغيره. وراح ندير كاس تاع فرينه كيما راكم تشوفوا، وراح نزيد عليها رشه نتاع خميره الكيميائيه تاع الكاطو. حبيباتي ما تكثروش، خميره كيميائيه وخميره تاع الخبز تجي فيها غير رشه. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، هنايا زدت الكاس الزاوج تاع الفرينه، قعدت نلم فيها. نتوما قعدوا تزيدوا غير بشويه حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه بهذا الشكل. راح نخليها تريح تقريبا نص ساعه، ومن بعد راح نوجد هنايا الصلصه تاعي. هنا راح نديرها انا غير بالبصل حبيباتي. درت هنايا في مقله شويه زيت، وقطعت البصل تاعي. هنا قطعت 3 حبات كانوا صغار بهذا الشكل، وخليتها على النار قليله حتى تولي رقاعه تتبالي. راح نزيد عليها اللاصوص. هنايا ربيت 3 حبات تاع طماطم، وزدت عليها شويه ملح وشويه حرور وشويه فلفله حمراء، وخليتها طيب حبيباتي هنايا. ومن بعد خليتها تبرد على جهه. وهنايا راح نوجد، هذا هو السر تاع التوريق، راح ندير 2 مغارف كبار نتاع مايزينا، وراح نقعد نزيد في الزيت حتى نتحصل على كريمه. هنا تقريبا الزيت جاتني 3 معالق ونص هكا كبار. حتى نتحصل على هذه الكريمه نخليها على جهه. نروح نجيب العجينه تاعي، راح نحلها كما راكم تشوفوا بالفرينه، وراح ندير عليها هذاك الخليط اللي درتها، الكريمه اللي درتها. وهنايا تبعوا معايا مليح كيفاش راح نديرها. راح نقدر هذه الكريمه اللي درتها كامل نحطها في فوق العجينه كما راكم تشوفوا، وندورها بهذا الشكل. ومن بعد ندير هكا الفرينه، شويه الفرينه باسكو غادي شويه تلزق لكم حبيباتي. هذه راح تجي عجينه طريه بزاف. نقسمها بين زوج ونخليها على جهه. وهذه هي الصلصه تاعي اللي طيبتها، خليتها تبرد وخليتها على جهه. ومن بعد جبت جهه واحده حبيباتي كما راكم تشوفوا، وبديت نحل فيها. كي حليتها حل الاولى، رحت عاودت طبقتها على جهتين وحليتها بالشكل مستطيل كما راكم تشوفوا. واللي بغى يديرها شكل دائري ينجم يديرها شكل دائري. نتوما لكم اختيار في الشكل ولكم اختيار في الحشو كذلك. هنايا ثقبتها كما راكم تشوفوا، وزدت عليها هذاك الحشو. ومن بعد عاودت حليت الزاوجه حبيباتي ودرتها من الفوق. هذه هي حبيبتي، راح تجي واحد البنه فيها رائعه. عاد ما درت فيها لا طون لا حتى حاجه حبيبتي، غشتو غير بالبصل وبالطوماطيس. وكان يديرها غير بالطوماطيس ثاني تجي بنينه، درتها خضره غير بالطوماطيس جات ثاني بنينه. ومن بعد سقمتها بالاطراف كما هكا بالفرشيطه باش قاعد تبلع عليك حبيبتي، باش اللاصوص تاعي ما تخرجليش. ومن بعد من الفوق جبت حبه تاع بيض ودرت فيها شويه تاع خل، ودرتها هكا من الفوق كما راكم تشوفوا. وقطعتها هنايا وزينتها بالزيتون اكحل. وهنا يا حبيبتي دخلتها الكوشه، شعلت عليها من تحت كي شفتها بدات تحمر، شعلت عليها من الفوق وخليتها تحمر شويه وطفيت عليها وخليها تبرد حبيبتي. ونزيد نكمل التقطاع تاعها باسكو الاولى غير راسيتها. وبعد ما بردت شوفوا لي حبيباتي القرمشه تاعها راح تجي روعه. تقولوا راكم دايرين العجينه المورقه، هي السر تاعها هو المايزينا والزيت، هذاك الخليط تاع الكريمي اللي درناه، هذاك هو اللي راح يمد لها القرمشه وراح تجي بنينه بزاف. جربوها ورجعوا لي بالخبر. ما عليا غير نقول لكم مع السلامه، ونلتقي في وصفه اخرى. ما تنساونيش خواتاتي غير بجام وتعليق وبارطاج وحفظ ومشاركه للمزيد من الوصفات. مع السلامه.